الفيديو ده هيزعل مني كل الستات بس مش مشكله، نتصالح ان شاء الله في وقت تاني. اول حاجه جالي سؤال كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي شاهندة هو ليه الجوازه الثانيه بتنجح؟ او ليه الجوازه الثانيه بيبقى فيها حاجات كويسه جدا تخلي الراجل ما يرجعش كده بظهره يقول ايه لا انا هطلق انا هسيب؟ ليه هم بيمسكوا في الجوازه الثانيه كده ويثبتوا في الجوازه الثانيه؟ انا بقى هقول لك هنا ليه الجوازه الثانيه بالنسبه للراجل بتنجح. فخدي عندك بقى. اول حاجه لان الراجل لما بيجي يشتكي من مراته اللي هو عايش معاها عشان العيال او عايش معاها عشان ريموت التكييف، يقعد يسرد الحاجات اللي هو كارهها او مش حاببها في زوجته الاولانيه. مش بتهتم بيا، بتهتم بالعيال اكتر مني، ما بتدينيش حقوقي، مطنشاني، ما بتسمعنيش، مش عارف ايه. فالزوجه الثانيه بتاخد كل الكلام ده تقعد تكتب كده بورقه وقلم وتارشفه، وبعدين تذاكره كويس جدا وتبتدي تعمل كل الحاجات اللي الزوج قالها فيربال كده ببقه وقال ان هو ما بيحبهاش. فتبتدي الست يا عيني تجتهد جدا جدا، فتبقى هي دي المختاره اللي وقع عليها العطا، فالجوازه الثانيه بتنجح. السبب التاني اللي تخلي الجوازه الثانيه تنجح بالنسبه للراجل برده مش بالنسبه للستات، لان انا ضد الجوازه الثانيه، ايه بقى؟ ان الست اللي بتبقى زوجه تانية دي بتحط على عاتقها انها دايما طول الوقت مهدده. يعني ايه مهدده؟ يعني لو مفيش ولاد فهو هيسيبها ويمشي، لو الزوجه الثانيه مثلا ضايقته في المصاريف فهو هيأثر معاها، فتبتدي تعمل ايه بقى؟ تبتدي تبذل مجهود مضاعف عشان تحتفظ بهذا الذكر او هذا الرجل، عشان ولا يروح منها ولا يبعد عنها وما يخضعش الاغراءات او قرف الزوجه الاولى. فتلاقيها عيني يا حبيبتي تيجي على نفسها جدا وبتضغط على نفسها جدا عشان تنجح العلاقه دي، في الحين ان هي يعني ما كانتش مضطره من الاول، بس وانس ان هي اتحطت في العلاقه بتاعت الجوازه الثانيه دي فبتبذل بقى كل ما هو غالي ونفيس عشان يا عيني تخلي البيت ده مستقر وتحسسه ان هو ما خدش قرار غلط، وما تحسسوش ان هي كانت نزوه في حياته فالموضوع يخلص بالشكل اللي ما يرضيهاش هي. السبب الثالث اللي يخلي الجوازه الثانيه تنجح ان ده بقى معتمد اعتماد كلي على الراجل اللي بيتجوز الجوازه الثانيه. اغلب الازواج اللي بيتجوزوا جوازات ثانيه بيكون عندهم حاجه كده مهمه جدا بداوا ان هم ينسوها، اللي هي المغامره، اللي هي الجنان، اللي هي اللامنطقيه في العلاقات. فتلاقيه بقى عايز ايه؟ يعيش بقى شبابه اللي اتسرق منه في العيال والبامبرز واللبن والعشاء، وتلاقيه عايز يتبسط جدا كانه شاب عشريني، وتلاقيه عايز يعيش حياته كلها بقى وخروج وطلوع وسفر ومروح ومجي كانه شاب تلاتيني، وتلاقيه عايز يعوض كل اللي فاته. فهو بيشتغل على الجزء اللي ينجح العلاقه فيه. وده على فكره فطره انسانيه كلنا كرجاله او ستات، لما بندخل حاجه احنا حاسين ان احنا محرومين منها في الباك جراوند بنحاول نعمل كل اللي في امكاننا نعمله عشان ناخد اقصى استفاده منها. فدول الثلاث اسباب اللي ممكن يخلوا اي علاقه في جوازه ثانيه تستمر وتنجح. دي وجهه نظر الرجاله برضه.